يحكى ان السيد علي كرم الله وجهه قال لك جا جايز لقى واحد عربي يصلي، ما لو كان يخسب في الصلاه نتاعو، وقف مساميه تخلص قال له يا عربي، قال له الصلاه ماهيش هكذا، قال له كيفاش؟ قال له يعني الركوع والسجود يلزم كذا، قال له زيد صلي، زاد صلى بالعقال حتى كذا انتهى. قال له واش تقول هذه خير ولا لا؟ قال له لا احسن هذيك درت تهرب بها، هذه درتها لك. حقيقه لان الاعمال بالنيات، الانسان اللي ما هداهش ربي ما يجيش يهديه العبد. احنا ماذا بنا العلاقه اللي تكون ما بين الناس، وهي العلاقه تاع المعامله. انا ما نجيش نحاسب انسان يصلي ولا ما يصليش، لكن هداه ربنا ماذا بيا يكون يصلي، واعتبر ان الصلاه تنهي عن الفحشاء والمنكر. يعني الانسان اللي يصلي انا اعتبره باللي انسان ارقى من اخر وانظف منه. الدين في القلب، والدين في الاعمال والمعاملات والسير الحسنه وفي الكرم. هذه هي الامور اللي لازمنا نبحث في هذه الروحيات، هي تاع الاسلام. وانسان غدوه كي تكون يعني في اوقات اللي عاشتها الجزائر يروح يسبل بروحه في سبيل الله، هذا يعني هذا دين. وعلى هذا نرجع للفكره الاخيره، وهو ان الهدف الاخير وهو الرجوع الى الديمقراطيه، ومعناه ان هذه الديمقراطيه تكون شفافه. الديمقراطيه لكن الناس ينتخبوا على ناس لان عندهم مشروع، عندهم برنامج، ويتعاهدوا مع الناس هذوك اللي ينتخبوا معهم على على مشروع معين. قال ما هو المشروع نتاعكم الاقتصادي؟ اليوم الاقتصاد توسع، العلوم توسعت، والدين تاع الاسلام يساير هذه المواكب الكل. هذو اللي يكونوا يعني حقيقه مسلمين، لان الاسلام يواكب هذا التقدم. المجتمع اللي يستاهل يعني قيمه نتاع يعني شعب ما يقبلش مسائل كيما هذه. هنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا، باش فاتتنا بالعلم والدين تاع الاسلام